نبدأ بتقلاية الملوخية. بضيف ملعقة سمنة كبيرة وأربع روز توم مقطعين شرايح، بقلبن شوي وبعدين بنزل بالملوخية يلي فرفتها وببلش قلب فيها شي 5 دقايق منشان ما تصير لزجة. وهيك بعد ما تحمصت الملوخية وصارت مفرفدة عن بعضها بنزل عليها بمعلقتين كزبرة كبار ومعلقة فليفلة حمرا وملعقتين ماجي بودر، وبقلب شوي وبنزل بلتر ونص من مرقة الدجاج يلي صفيتها وبغطيها وبتركها تستوي. ولطبخ الرز بدنا نص كوب زيت وملعقة سمنة وكوب شعرية، بنقلب فيها لحتى يصير لونها ذهبي، وبعدين بنزل بكيلو رز مصري مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة ومنضيف عليهم ملعقة ملح كبيرة ومنقلب منيح شي 5 دقايق ومنضيف عليهم لتر ونص ماء مغلي. بنخليها تغلي شوي وبعدين بنوطي النار ومنغطي لمدة ربع ساعة. وبعد ما خلينا العظم والجلد